7 غلطات عملتها كانت السبب في زيادة وزني وأنا أصلا كان هدفي أخس. هلو، اهلا بيكم في مايندفولنس فلوج جديد. حلقه النهارده هتبقى بعنوان ما تغلطيش غلطتي. هقول لكم على 7 غلطات عملتها كانت السبب في ان هي تزود وزني وانا اصلا كان هدفي اني اخس. النقطه رقم 5 و7 هتبهرك. في جمله بنسمعها كتير: انا باكل صحي وبتمرن وبعمل كل حاجه ومع ذلك مش بخس. ساعات المشكله مش انك مش بتحاولي، احيانا بتكون المشكله انك بتحاولي زياده عن اللزوم. هتفهمي قصدي لما اقولك على الغلطات او الافكار والمعتقدات اللي كانت عندي وكانت منعه نزولي في الوزن، او ممكن كمان كانت بتسبب ان انا ازيد في الوزن. اول حاجه كنت فاكره ان الاكل الصحي مش بيتخن وممكن اكل منه براحتي. الفكره دي منتشره جدا، يعني ممكن مثلا تلاقي نفسك بتقولي: انا مش باكل شوكولاته بس باكل تمر، انا مش باكل شيبسي بس باكل مكسرات، انا مش باكل حلويات انا باكل جرانولا وزبده فول سوداني. طبعا كل دي اختيارات مفيده ومغذيه، لكن محتاجين نفرق بين حاجتين: الحاجة الصحية مش معناها ان هي ما فيهاش سعرات، ومش معناها اني اكل منها بدون حدود وبدون حساب. المكسرات مفيدة ومغذية جدا، لكن البورشن سايز منها حبة قد كده قد الايد. ما ينفعش ان انا اقعد اكل منها بدون حساب، لازم اكون مايندفul وانا باكل منها، لازم اكون متواصل مع جسمي، مش عمال ارمي في بطني وخلاص. زبدة الفول السوداني الشهيرة جدا في الدايت كلتشر، ما ينفعش ان انا افتح البرطمان واقعد اكل منها بالمعلقة كده، لا، انا هحط منها معلقتين 3 على توست، احط معاها شويه الياف من توت او من اي خضار، ابقى كده كونت وجبه متكامله واقعد اكل وانا متواصل مع جسمي، ما بقاش بعدي حدود جسمي. نفس الكلام للاكلات الصحيه الشهيره جدا زي الافوكادو، التمر، العسل، الجرانولا. كل الاكلات دي مفيده ومغذيه، بس انا ما ينفعش اكل منها وانا طافيه مخي، واصلا اي اكل عامه ما ينفعش اكون مش متواصل مع جسمي وانا باكل منها. احنا جسمنا بيحرق شويه سعرات، هديله اكتر منها هيخزنها في شكل دهون. مش فارقه بقى السعرات الزياده دي هديها له من تمر ولا هديها له من كيكه. خديها قاعده كده: الاكل الصحي زيه زي اي اكل، محتاجه اكل منه بوعي، محتاجه اكون متواصله مع جسمي، ومحتاجه اكون واعيه كمان باحتياجات جسمي. اكيد لما هاجي اكون طبق هكون مركزه اكتر ان يكون معظمه يكون من اكل مفيد لجسمي ومغذي لجسمي، بس برضو لازم اكون واعيه بان الكميات تكون مناسبه لاحتياجات جسمي. برضو في مفهوم عن العصير واي سموزي ان هو صحي فاقدر ان انا اشرب منه براحتي، ده مش حقيقي خالص. كوبايه العصير بتاعه البرتقال ممكن تحتاج من 3 ل 4 برتقانات، وهتلاقي نفسك بتشربي كوبايه العصير وما حسيتيش بالشبع اللي انت بتدوري عليه. على عكس لو انت كنت كلتي ال3 برتقانات كنت بالتاكيد هتحسي بالشبع. انا ما بقولش ان العصير وحش او ممنوع وما ينفعش نشربه، لا طبعا، الفاكهه فيها فيتامينات ومعادن مفيده جدا لجسمنا، بس مهم ان احنا نشرب منه بوعي، والافضل ان احنا ناخده في صوره فاكهه. ولو انت حابه تعملي سموزي كوجبه خفيفه متوازنه، حطي معاها مصدر البروتين، ممكن مثلا تحطي زبادي يوناني، حطي معاها مصدر الالياف من البذور زي بذور الشيا. انا فاكره اول ما جيت المانيا كنت ساعتها زايده في الوزن بعد الجواز، لان طبعا كنت عامله دايت قاسي جدا قبل الفرح علشان اخس، فرجعت زدت كل الوزن ده تاني وزدت اكتر منه كمان. فساعتها كنت محتاجه ان انا ارجع اعمل دايت تاني علشان ارجع اخس الوزن اللي انا زدته. فانا فاكره ان انا كنت الصبح او طول اليوم على مدار اليوم كنت باكل اكل قليل جدا، او اكل يتقال عليه ان هو صحي ودايت وكل التصنيفات الجميله بتاعه الدايت كلتشر دي، وباجي على اخر اليوم بعمل طبق فاكهه كبير جدا فيه تقريبا كل انواع الفاكهه، وكنت بقول لنفسي دي فاكهه يعني اكيد ده اكل صحي ينفع اكل منه براحتي. بس اكتشفت ان انا كنت بدخل لجسمي كميه اكل كبيره جدا اكتر من احتياجه، وكمان بديله كميه سكر كبيره جدا قبل النوم، وانا اصلا مش هتحرك ومش هحرق السكر ده. فهنا كان في مشكلتين كمان: السكر الكتير اللي قبل النوم ده هيعمل لي لخبطه في النوم، وده كمان هيأثر على نزول الوزن، ومع الوقت السكر الكتير اللي في الدم ده بدون ما احرقه وبدون ما اتحرك هيعمل مقاومه للانسولين اللي هي كمان هتصعب نزول الوزن. تاني حاجه كنت فاكره اني طالما انا اتمرنت يبقى اقدر اكل اللي انا عايزاه، تروحي التمرين تطلعي منه تحسي ان انت عملتي انجاز كبير قوي، فتقولي لنفسك انا استاهل اكل حته الكيكه دي، او انا اتمرنت النهارده كويس قوي فتعالوا بقى نعوض اللي احنا حرقناه. كنت بروح جيم فاتح تحتيه ماكدونالدز، ومعرفش ليه دايما اي جيم هتلاقي جنبيه مطعم، تقريبا دي استراتيجيه بيعملوها علشان نفضل في الهامستر ويل دي. المهم كنت بخلص التمرين واروح اجيب وجبه كومبو، وطبعا اجيب البيبسي دايت، لا يمكن كله الا البيبسي، لازم نجيبه من الدايت، ما ينفعش نجيبه من العادي ابدا. احنا بنبالغ في تقديرنا للسعرات اللي احنا بنحرقها لما بنعمل رياضه، وكمان بنقلل في تقديرنا للسعرات اللي احنا بناكلها. الرياضه مش المفروض تكون كارت اخضر انا بستخدمه علشان اكل براحتي، ولا كمان المفروض تكون عقاب انا بعمله علشان احرق السعرات اللي انا اكلتها. الرياضه بتحسن المزاج، بتقوي عضله القلب، بتزود العضلات، بتحسن حساسيه الانسولين، وبتساهم بحبه قد كده في نزول الوزن. تالت غلطه كنت فاكره ان انا كل ما اقلل اكلي كل ما هخس،
ودي غلطة شائعة جدا بتخلي الناس تدخل في دايرة من الحرمان والشراهة، تلاقي نفسك بتبدأي اليوم بقهوة وبدون لبن كمان، بعدها سلطة من خس وجزر، أكل أرانب من الآخر، وبعدها بشوية تخديرك شوية زبادي، وتيجي بقى على بالليل يحصل انفجار من الجوع وتنهاري على كل الأكل اللي قدامك. وساعتها بتلاقي نفسك بتقولي أنا ما عنديش إرادة، أنا مش بعرف ألتزم، أنا شكلي كده مش هعرف أخس. لكن الحقيقة المشكلة مش في الإرادة، الجسم ليه احتياجات وهياخدها، يعني هياخدها. هتفضلي تحرمي فيه وهو يفضل يبعتلك في إشارات ويقولك إن هو محتاج تدخلي له أكل، وانتي عمالة تتجاهلي الإشارات دي وتسكتيها علشان تخسي لك كام كيلو، والجوع يفضل يزيد يزيد لحد ما تنهاري. لما بنقلل الأكل بشكل مبالغ فيه الجسم بيبدأ يدور على الطاقة، التفكير في الأكل بيزيد جدا، والفود نويز بيزيد، الرغبة في السكريات والكربوهيدرات كمان بتزيد جدا، والطاقة بتقل، وممكن تحسي إنك مكتئبة وحزينة كمان. النظام الناجح مش هو اللي هيخسسك بسرعة، النظام الناجح هو اللي تقدري تكملي عليه حياتك كلها بدون ما تكون حاسة إن انتي بتتعاقبي أو بتعاقبي نفسك. مش لازم تجوعي علشان تخسي، نزول الوزن محتاج عجز سعرات، بس أنا محتاجة أدخل لجسمي كميات مناسبة ليه من الألياف ومن البروتين ومن الدهون الصحية ومن كل العناصر الغذائية المفيدة لينا. رابع فكرة غلط، وهي ان كل ما ازود تمرين كل ما هخس اسرع. انا هتمرن الاسبوع كله واشيل كل ايام الراحة، انا هعمل هيد كارديو، انا همشي 15,000 خطوة بجانب كمان التمرين. لو جسمي تعبان وحاسس بوجع يبقى انا كده شغال صح. في فرق بين انك تكوني بتتمرني بطريقة تدعم جسمك وانك تكوني تستخدمي الرياضة كعقاب. لما بنزود الرياضة جدا بدون ما ناخد اي ايام للراحة بنلاقي الجوع بيزيد، الارهاق بيزيد، الالتهابات في الجسم بتزيد جدا، وتلاقي جسمك منفخ من كتر الميه اللي هو عمال يخزنها. ولو مع التمرين الشديد ده نقلل اكل كمان الكورتيزول في جسمي هيزيد، وانا قلت لكم قبل كده الكورتيزول عالي يبقى مفيش نزول في الوزن وكمان لخبطه في الشهيه. لما الرياضه بتزيد قوي كده بتحول من عاده صحيه لضغط نفسي. ايام الراحه جزء اساسي لبناء العضلات، لما تزودي ايام التمرين ده مش هيخسسك اسرع. ركزي احسن مع كميات اكلك، ركزي مع الاكل العاطفي اللي بتعمليه وانتي مش جعانه. انا بتحرك علشان احافظ على عضلاتي، علشان اقلل توتري، علشان احسن مزاجي واهتم بصحتي النفسيه. خامس غلطة، كنت كل شوية بجرب دايت جديد، شوية كيتو، شوية لو كارب، شوية أعمل صيام متقطع، أشوف فيديو حد بيتكلم على النظام الكيتو وقد إيه هو تحفة جدا وخسسه 20 كيلو، وأنا طبعا ديسبريت عايزة أخلص الوزن الزيادة اللي عندي ده وأتخلص منه، فبروح وأعمل كده بدون ما أفكر هل أنا الكيتو ده مناسب ليا وهل أقدر أكمل عليه حياتي كلها ولا لأ. لأن أنتي أي دايت هتمشي عليه لازم تكملي عليه بقية حياتك علشان ما ترجعيش تزيدي الوزن ده تاني. وانا بالنسبه لي استحاله اقدر اعيش على الكيتو ده، انا واحده بتحب البيتزا جدا، بتحب المخبوزات السخنه الفريش اللي طالعه من الفرن، فاستحاله اقدر اكمل على الكيتو ده بقيه حياتي. طب ما بدل النكد ده اتعلم اني اكل من كل الاكل بطريقه متوازنه. مفيش نظام واحد سحري مناسب لكل الناس، نجاح النظام او فشله مبني بصوره اساسيه هي على قدرتنا على ان احنا هنقدر نكمل عليه بقيه حياتنا كلها ولا لا. وفري على نفسك كل الوقت ده وتعلمي ازاي تسمعي جسمك، ازاي تفهمي اشارات الجوع والشبع في جسمك، ازاي تفهمي مشاعرك عشان تتخلصي من الاكل العاطفي، ازاي تهدي جهازك العصبي علشان ما تبقيش بتلجئي للاكل علشان يبقى هو مصدر الامان ليك، ازاي تاكلي اللي بتحبيه بدون تانيب وبدون خوف. كل ده انا بعلمهولك في برنامج جسم مرتاحه فيه، ابعتيلي على الانستجرام عشان تعرفي التفاصيل كلها. ولو انتي مش قادره تشتركي في البرنامج اديني بشرح لك كل حاجه في الفيديوهات اهو، فاعملي لايك وشير وسبسكرايب ودعميني. انا حقيقي من كل قلبي نفسي اساعدك انك ما تعيشيش اللي انا عشته مع الدايت، واخليكي تبطلي تسمعي اللي الدايت كلتشر عايزانا نصدقه عشان المستفيدين من ثقافه الدايت دي يفضلوا يكسبوا من ورانا فلوس، ونفضل في الدايره بتاعت ان احنا نتخن ونخس ونتخن ونخس، ونفضل حاسين ان احنا فينا حاجه ناقصه وجسمنا ده مش كامل وان احنا دايما محتاجين نغير فيه حاجه. قولي لي في الكومنتس انت عملتي كام مره دايت، انا شخصيا مش اقل من 10 مرات. فبدل ما تسالي نفسك ايه الدايت اللي يخسسني اسرع، اسالي نفسك ايه الطريقه اللي اقدر اكمل عليها بقيه حياتي. لان الهدف مش انك تخسي وترجعي تزيدي تاني، الهدف انك تبني علاقه هاديه مع الاكل ومع جسمك، وساعتها عمرك ما هتزيدي في الوزن تاني. الحياه الصحيه مش حرمان، انا بالنسبه لي الحياه الصحيه هي الحياه المتوازنه اللي اقدر اعيش فيها وانا مرتاحه، ان اغلب اختياراتي تكون بتدعم جسمي وكمان في مساحه للمتعه، اقدر اكل بيتزا، اقدر اكل شوكولاته، وكمان اكل اكل مغذي يفيد جسمي ويمده بالطاقه اللي هو محتاجها. الغلطه اللي بعد كده اني كنت عايشه بعقليه الابيض والاسود، يا اما اعمل كل حاجه بيرفكت يا اما بلاش. يعني تبداي اليوم ماشيه كويس جدا على الدايت وتيجي تاكلي لك مثلا حته شوكولاته تروحي قايله لنفسك خلاص كده اليوم باظ. او لو مثلا حسيتي
جوع، ولو لا قدر الله رحتي واستجبتي لاشاره الجوع دي وكلتي حاجه ما كانتش مكتوبه لك في ورقه الدايت، تروحي قايله لنفسك اليوم باظ، انا هبدا من بكره. ودي من اكتر العقليات اللي بتبوظ نزول الوزن، مش بسبب الحاجه اللي انت اكلتيها لكن بسبب اللي بيحصل بعدها. المشكله مش بتكون في قطعه الشوكولاته اللي انت كلتيها، المشكله في اللي بيحصل بعد قطعه الشوكولاته لما بتتحول لكيكه معاها ساندوتش بيج ماك معاها بطاطس، وتاكلي كل حاجه اتحرمتي منها وتبوظي اليوم كله. تخيلي واحده ماشيه على الطريق وقعت على الارض، هل هي هتفضل على الارض وتقول خلاص كده انا هفضل اكمل حياتي على الارض عشان وقعت؟ لا طبعا، هتقوم وهتكمل. نفس الكلام مع الاكل، غلطه واحده او بلاش نسميها غلطه واحده، اختيار واحد مش مثالي او ازيد من اللي انت متعوده عليه مش معناه انك فشلتي. احتياجات جسمنا بتتغير كل يوم، خصوصا احنا كستات على مدار الشهر احتياجات جسمنا بتتغير جدا. لو في يوم عديتي شبع مريح عادي، مش نهايه الدنيا، ما تقعديش تجلدي في نفسك. جلد الذات والندم والاحساس بالخزي والعار ده هو اللي هيخليكي تبوظي كل الوجبات الجايه. خليكي متواصله مع نفسك احسن، قولي لنفسك تمام انا الوجبه اللي فاتت اكلت اكتر من احتياجات جسمي، انا الوجبه الجايه هكون متصله مع نفسي وهوقف لما اوصل للاكتفاء. وبعد ما تهدي اقعدي واعملي ريفلكشن واسالي نفسك انا ليه في الوجبه اللي فاتت دي اكلت اكتر من احتياج جسمي؟ هل كان في شعور معين كنت بحاول اهرب منه؟ هل انا اليومين دول مثلا مضغوطه فبحاول ان انا اهدي نفسي بالاكل؟ طب انا ممكن اعمل ايه لنفسي عشان اريحها بدون ما الجا للاكل؟ اخر غلطه ان القهوه بتزود الحرق واقدر اشرب منها براحتي. كتير مننا بيحب القهوه وبيسمع ان هي بتزود الحرق فبتتحول عنده من هي مشروب حلو بيحبه لاداه بيستخدمها علشان يخس. هشرب قهوه عشان اسد نفسي، هشرب قهوه بدل الاكل، هشرب قهوه عشان بتزود الحرق. القهوه فعلا بتدينا طاقه وممكن يكون ليها تاثير بسيط على الحرق، ولكن مش التاثير السحري اللي انت متخيلاه. لو انت بقيت يومك مش متوازن فهي مش هتساعدك تخسي ولا حاجه. تعالي بقى نبص على اللي القهوه بتبوظه. زياده القهوه بتزود القلق والتوتر، يعني بتعلي الكورتيزول وكمان بتعمل لخبطه في النوم. انا كنت كلمتكم قبل كده ازاي الكورتيزول العالي بيمنع نزول الوزن، تعالوا هنا بقى نركز على النوم. لو انا مش نايمه كويس اشارات الجوع والشبع هتكون عندي ملخبطه، هكون حاسه بالارهاق وطاقتي قليله، فطبعا هروح للاكل كمصدر للطاقه، فكميه اكلي هتزيد جدا. فخلي بالك من كميه القهوه اللي انت بتستهلكيها، ولو تقدري ان انت تعملي سويتش القهوه بدون كافيين هيكون افضل كتير. القهوه مشروب جميل لكن مش بديل للاكل ومش وسيله تسكتي بيها اشارات الجوع في جسمك. وفي الاخر عايزه اقولك ان العلاقه الصحيه مع الاكل مش انك تكوني مثاليه، انك تكون عندك فضول كل يوم انك تفهمي نفسك اكتر ويكون عندك تعاطف مع نفسك. ولو في حاجه واحده بس عايزاكي تطلعي بيها من الفيديو ده، انك مش لازم كل يوم تكوني بيرفكت، المهم انك تستمري. لو استفدتي من الفيديو اعملي لايك وشير وسبسكرايب. stay mindful واشوفكم الفيديو الجاي.